موضوع قانون الإيجارات القديم. النهاردة صدر قرار من اللجنة البرلمانية المشتركة ووافقت على تعديلات القانون بشكل نهائي، وده طبعا حسب موقع مصراوي بتاريخ 18/6/2025. الملحوظة الأولى اللي عايز أقولها إن أنا مش راجل قانون، أنا مواطن عادي. يعني ليا بعض يعني رأيي مش عارف هيقدم ولا هيأخر، طبعا لا هيقدم ولا هيأخر، لكن أنا بشرح لحضراتكم اللي أنا فاهمه، وأتمنى يعني صوتنا يوصل لحد قبل ما قانون الكارثة ده يقع علينا كلنا، وغالبا يعني هيتم خلاص، هو توافق عليه بشكل نهائي، بس لسه مرحلة التصويت ما تمتش يعني. طيب ارجع لحضراتكم بسرعة عشان ما اضيعش وقتكم. امبارح حسب موقع مصراوي كان في جلسة العامة، الدكتور المستشار الجبالي رئيس مجلس النواب بيقول لحضراتكم ان هو حول المشروع بعد التعديل اللي كان متقدم بتاريخ 28/4/25. طبعا انا شايف التعديل ديت ما فيهوش غير ان الحكومه راحت لبست كاب جديد على راسها ونضاره سوداء ودخلت تقدم القانون. يعني ده التعديل اللي انا شايفه. يعني طبعا هحكي لحضراتكم دلوقتي التقرير او المشروع الجديد اللي دخلت بيه الحكومه، ان غيرت الفتره الانتقاليه قبل انهاء عقود الايجار، وذلك بواقع 7 سنين مكان 5. هي كانت مقدمه القانون ب5 بالنسبه للاماكن المؤجره لغرض السكني، و5 سنين بالنسبه للاماكن المؤجره للاشخاص الطبيعيين لغير الغرض السكني، يعني المكاتب والمحلات والكلام ده. والزام المستاجر، يعني ايه الزام المستاجر؟ باخلاء المكان المؤجر ورده للمالك بانتهاء الفترة الانتقالية. يعني بعد 7 سنين المستاجر كده يخبط على المالك يقول له تعالى اتفضل حضرتك الوحدة السكنية بتاعتك، مع النص صراحة على إلغاء كافة قوانين الإيجار القديم بعد انتهاء هذه الفترة الانتقالية. البند الثاني اللي قدمته الحكومة انهاء عقود الإيجار القديم وتحرير العلاقة الإيجارية، بحيث تصبح جميع عقود الإيجار خاضعة لأحكام القانون المدني. طيب البند اللي بعديه زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكن في المناطق المتميزة بواقع 20 مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية، لكن في حد أدنى هو 1000 جنيه، وبواقع 10 أمثال القيمة الإيجارية السارية للوحدات الكائنة بالمناطق المتوسطة والاقتصادية، وبحد أقصى مقداره 400 جنيه بحد أدنى، بحد أدنى. طيب طبعا هيبتدي في موضوع هتعمله الحكومة اللي هي هتشوف قسمت المناطق السكنية لمتوسطة واقتصادية وإيه تاني، ويعني اقتصادية أنا شايف. طيب ندخل في البند اللي بعديه زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير الغرض السكني بواقع 5 أمثال القيمة الحالية. البند اللي بعديه بيقول لك زيادة القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لغير الغرض السكني والغرض السكني خلال الفترة الانتقالية بصفة دورية، يعني كل سنة هنزيد 10%. هيعملوا لجان هتقسم المناطق في كل محافظة يعني التي بها أماكن مؤجرة للغرض السكني الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة ومتوسطة واقتصادية. طبعا هم هيقسموا حسب الموقع الجغرافي والمرافق اللي واصلة والمكان اللي فيه الشقة، واللجنة دي لازم تحدد كل المناطق دي خلال 3 شهور من إصدار القانون. طيب في حالات جديدة ضافها تجيز للمالك، دي طبعا هتبقى كويسة بالنسبة للملاك أو المؤجر، يعني اللي بيستأجر بإخلاء العين المؤجرة بخلاف الحالات الواردة بقانون الإيجار
وذلك إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المؤجر يعني إيه مغلق لمدة تزيد عن سنة، بمعنى إن اللي هيكون قافل شقته لمدة سنة هتدي فرصة للمالك إن هو يبتدي يطلب الطرد فورا، مفيش يعني رحمة على طول. وده يعني صح بصراحة، يعني الحتة دي أنا مأيدها. يعني الشقق اللي مقفولة ديت وسايبينها مقفولة فمن حق المالك بصراحة ياخدها. طيب، منح المستأجرين خاضعين لأحكام هذا القانون قبل انتهاء عقودهم أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، إيجار أو تمليك من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار مرفقا به إقرار الإخلاء وتسليم العين المؤجرة فور صدور قرار التخصيص. يعني تقدم في مشاريع الدولة على شقة جديدة يا إيجار يا تمليك، يعني تروح تدفع فلوس والله أعلم مين اللي عنده القدرة في السداد. ما هو طبعا ده هنا يعني هدفع كام يعني للوحدة الجديدة؟ أنا ما الأسعار الأرقام اللي بنسمعها أرقام بالنسبة لأغلبية اللي قاعدين في السكن القديم صعبة جدا. طيب أنا دي وجهة نظري. طب هتديني نفس المساحة اللي أنا عايش فيها النهاردة؟ طبعا أعتقد إن ده هيكون مستحيل يعني. طيب إيه تاني؟ الدولة هتكون ملزمة أي وحدات تابعة إن هي تدي الأولوية للناس اللي هتخلي. وفي الآخر آخر حاجة بقى وطبعا هيبقى في أولوية يعني للسكان اللي هيخرجوا من بيوتهم. ده الكلام اللي وافقت عليه اللجنة المشتركة بشكل نهائي زي حسب موقع مصراوي النهاردة. وده أنا شايفه يعني القانون ده لو تم صدوره غالبا كده هيتم صدوره إن شاء الله كده في وقت قريب قوي. أول حاجة أنا بطالب بيها كل أعضاء مجلس الشعب اللي شاركوا بالموافقة لو توافق على القانون ديت إن ما يتمش انتخابهم مرة تانية، لأن في الحالة ديت دول بيساعدوا على تشريد 6 مليون أسرة. عارف يعني إيه 6 مليون أسرة هيطلعوا بره؟ أو 6 مليون مقيم جوه السكن. طبعا في بعض الحاجات يعني أنا عايز أعلق عليها، إن الدولة بتمتلك 25% من الأملاك اللي في العقارات. عندك دي حسب موقع ده موقع أنا دخلت عليه اسمه مرصد العمران، وبيقول لك إن نسبة الدولة يعني الدولة هي اللي بتملك 7% من العقارات من إجمالي الأسر السكنية، وده وفقا لتقرير سنة 2017. إجمالي الأسر اللي ساكنة في إيجار قديم 1,642,800 يعني 1,642,870 أسرة بإجمالي 6 مليون فرد 133,570. تخيل يعني تقريبا 6 مليون وشوية هيبقوا مطالبين ان هم يتنقلوا من اماكنهم. طبعا الموضوع صعب واعتقد ان هيعمل مشاكل جامدة جدا عند التنفيذ، ده بخلاف ان القيمة الايجارية الجديدة اللي اتحطت اللي يعني هتكون بالنسبة للناس ضربة تقيلة جدا جدا، وبالذات في المناطق اللي هم هيعتبروها يعني متميزة، يعني زي مناطق وسط البلد ومناطق الزمالك وجاردن سيتي والمناطق ديت ومصر الجديدة. طبعا انا مش عارف اقول ايه، كل اللي عايز اقوله ان لينا ربنا ومحدش عارف في ال7 سنين ده ايه اللي هيجرى، لكن كل اللي انا بطالب بيه ان التصويت يبقى ضد الموضوع ده، ولو ما رضوش يصوتوا اعضاء مجلس الشعب ضد الكلام الطرد احنا موافقين على الزياده الايجاريه وده بقولها زود، لكن تطردنا ليه بره وتشحططنا ليه؟ 6 مليون وشويه يخرجوا يعني يعني اتولدوا في الاماكن دي وعايشين فيها، لصالح مين الوضع ده؟ فانا بدعو اعضاء مجلس النواب برفض الطرد وصياغه القانون بصوره غير ديت. ارفع القيمه الايجاريه بما يناسب معدلات التضخم
ما مش رافضين زي ما بعض الناس فاهمه، لكن الطرد ديت هتبقى عمليه يعني اعتقد هتعمل مشاكل اجتماعيه جامده جدا جدا. ولينا ربنا. تحياتي لحضراتكم.